وصفة الحوت في الفرن لسنة 2024 وصفة جديدة بمكونات جديدة تجعل المذاق رائع. لكي لا نطيل عليكم نترككم مع المكونات: 3 حبات طماطم، 3 حبات بطاطس زائد حبة بصل، ملح، توابل، وسمن، وهريس، زائد زيت زيتون، وأخيرا صلصة الصوجا والحامض. نمزج خليط التوابل جيدا. نقطع الأشواك والزعانف. شكرا لكم مشاهدين الأوفياء على متابعتكم لهذا الفيديو، وأتمنى أن تعجبكم الوصفة. لا تترددوا في مشاركة آرائكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة.